يوم في التلاجة بقى عندنا جيلي طبيعي وطعمه رهيب. ومن لبن جوز الهند اللي عملناه الفيديو اللي فات هنعمل احلى جيلي صحي وطعمه خرافي. معانا معلقتين جيلاتين بقري طبيعي، ونضيف عليهم نص كوب ميه ومعلقتين عسل، ونقلبهم كويس ونسيب الجيلاتين يبدأ يمتص السائل. دلوقتي هنسخن لبن جوز الهند تسخين بس، مش غليان فلور. واهم حاجه، ولو هتستخدم لبن جوز هند جاهز لازم تغليه الاول، وبعدين نضيفه فوق الجيلاتين. لو وصلت لحد هنا يبقى الوصفة عجبتك، ولايك وفولو بقى. ونضيف مانجا وممكن فراولة كمان عشان أنا بحب الفراولة. وبعد يوم في التلاجة بقى عندنا جيلي طبيعي وطعمه رهيب. وما تنسوش اللايك والفولو. هبصل عشان كل يوم وصفة سهلة من دي، ونشوفكم في فيديو جديد.